وما تنساش توقف تسجيل البريسيت اللي احنا عاملينه. هروح على فيفوريت واختار ستوب ريكوردنج فيفوريت وهسميه مثلا باي اسم اللي انت عايزه. انا هسميه مثلا 1212 وادوس له اوكي. بعد كده لو انت حابب تشغله على طول هتعمل لتراك الصوت بتاعك نويز ريدكشن عادي زي ما عملنا، وهتروح بعد كده على فيفوريت وتختار البريسيت بتاعك اللي هو سميناه 1212 او 1212، تدوس عليه هيطبق لك باقي الخطوات دي وحده وتحفظ الفيديو بتاعك او تحفظ تراك الصوت بتاعك وتمام على كده. انا عايز اسمعكم قبل وبعد عشان تلاحظوا الفرق في الصوت. كده اللي سمحوا الصوت اللي هتسمعوه دلوقتي ده قبل التعديل خالص او قبل ما نشتغلوا عليه. مساء الفل، ازيك يا مليونير؟ منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ دلوقتي بعد التعديل بعد ما اشتغلنا عليه اسمعوا كده. مساء الفل، ازيك يا مليونير؟ منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ اكيد ملاحظين في فرق واكيد الصوت بقى احسن، مع العلم انه المايك عادي خالص. بعد كده هدوس على غلط اقفل ادوبي اوديشن، هيقول لي عايز تحفظ التغييرات اللي انت عملتها، هدوس له يس. هيخلص واسيبه يسيفه، هلاقيه سمع في ادوبي بريمير. وبكده بعد ما قفلنا برنامج ادوبي اوديشن الصوت بتاعنا اتسيف وسمع في برنامج ادوبي بريمير. عشان كده انا بحب الطريقه دي.